ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات رجعت لكم بفيديو جديده، حبيت نشارك معاكم اول تجربه لي الموقع شيئين. دونك بالنسبه للبنات اللي ما يعرفوش موقع شيئين، هو موقع صيني يبيع اونلاين اللبس، الاحذيه، لي ساكامان، لي زاكسيسوار، معناها كل ما تتخيلوه. والفيديو هذايا انتم اللي طلبتوه مني، طلبتوا مني اني نجرب لكم موقع شيئين ونشوفوا مع بعضنا اسكو فريمون يستاهل انكم تطلبوا منه والا لا. خصوصا ديما عندنا فكره انه المنتجات الصينيه ديما يكون سعرها رخيص والجوده متاعها ماهيش عاليه. فوالا كيف ما تشوفوا كل قطعه طلبتها حاطينها في ساشي كيف هذه. بيان سور تنوريكم كل قطعه طلبتها، نوريكم صورتها كيفاش موجوده في الموقع وكيفاش وصلتني في الحقيقه باش نشوفوا اسكو هي نفسها والا لا. دونك البنات خليكم معايا نكتشفوا مع بعضنا القطع اللي وصلتني من موقع شيئين. اول حاجه دونك خذيتها من موقع شيئين هما سي دو سانتور. كيف ما تشوفوا خذيت واحده في اللون الابيض وواحده في اللون الاسود، وبيان سور اخترت ديزاينات مختلفه. هذه شكل اللي في الابيض وهذه شكل اللي في اللون الاسود. فوالا بصراحه البنات ما توقعتش انهم يكونوا بالجوده هذه، فريمون ما فيهم حتى ديفو. وقت اللي نشوفهم مستحيل نتخيل اللي هذايا صنع صيني، فريمون كيف لي سانتور اللي يتباعوا في لي بوتيك دو مارك. طياره على الاخر، عجبوني على الاخر، وسيغ سيغتان اني باش نرجع نشري من عندهم دي سانتور اخرين. سورتو اللي شفت عندهم شوا كبير على الاخر في لي سانتور، وبصراحه كنت متردده اني نطلب من عندهم معناها كونتيتي كبيره خاطر عجبوني برشا انواع. مي خفت بيان سور كيف ما تعرفوا خاطر هذه اول تجربه ليا معاهم واول كوموند من عندهم، دونك ما عندي حتى فكره عليهم اسكو الموقع موثوق فيه والا لا. مي فريمون بعد ما شفت لي سانتور هذولا سور اي سيغتان اني باش نرجع نطلب من عندهم دي سانتور اخرين. فوالا دونك هذوما فريمون توب. وفوالا دونك البنات هذه ثاني قطعه طلبتها من الموقع. كيف ما تشوفوا طلبت الفستان هذايا اللي باللون الاسود وفيه دوائر باللون الابيض، فيه لهني الياستيك هذايا يكبس شويه لهني في الخصر. فوالا مع الزينه هذه في الكول على شكل ورود باللون الابيض والاحمر مع الخيوط هذه اللي فيها في الاخر لي بونبون اون روج. هذولا بصراحه عجبوني طياره على الاخر. فوالا بالنسبه للايدين كيف ما تشوفوا الكم لهني عادي على الاخر، معنى ذاك الياستيك العادي مكبوسه في الايدين وواسعه هذه. بيان سور تعرفوا اللي الستيل هذايا نتاع الاكمام دونك طالع موضه. وفيه الزينه هذه النقشه هذه كيف ما تشوفوا فيها في الايد، وهي نفس النقشه موجوده في الفستان من تحت. فوالا بصراحه الفستان عجبني على الاخر. نجموا بطبيعه الحال تلبسوه بالطريقه هذه معناها سامبل كيف ما هو. مي بالنسبه لي باش نضيف عليه السانتور هذه اللي شريتها وريتها لكم بريسيدامون، دونك حتى هي خذيتها من موقع شيئين. بيان سور كيف ما تحبوا، بالنسبه لي نفضل اني نضيف عليه السانتور هذه تعطيه منظر. فوالا كيف ما تشوفوا دونك بالنسبه لي نفضل اني نلبسها بالطريقه هذه. وتنجموا زاده في عظمه تلبسوا عليها سانتور الكحله، تلبسوا عليها سانتور في اللون الابيض، وكيف زاده تطلع عليها مزيانه على الاخر. بيان سور هذا يرجع للبستكم واذواقكم، تنجموا تلبسوا عليها اللون اللي تحبوا عليه كلكو سوا في السانتور والا في لي شارب. مع بيان سور زاده تزيدوا تنسقوا لها الصندال والساكامان. فوالا دونك تختاروا عليها ستيل والالوان اللي تحبوا عليها. اكتبوا لي في الكومنتير دونك شنو رايكم في الفستان هذايا. بالنسبه للتايات البنات، التاي هذايا خذيتها اون تاي اكس ال. باش نتفاهموا من الاول، راهو التايات اللي في المواقع الصينيه مش كيما التايات اللي في بلادنا. فوالا بالنسبه لي معناها بالتايات نتاع تونس نورمالمون نلبس ساعات ام وساعات ال. بالنسبه للموقع الفستان هذايا جاني اون تاي اكس ال. يقول القايل كيفاش باش نعرف التاي نتاعي عندهم؟ سهل برشا البنات، في كل قطعه باش تطلبوها تلقوهم حاطين تابلو حاطين فيها التايات نتاع الصدر والخصر، وتلقوا كل معناها كل رقم موجود عليه تاي ال تاي اكس ال تاي ام مع الارقام هذيك المخصصه لها. بالنسبه لكم شنو تعملوا؟ لازم انكم تقيسوا الطور هذايا نتاع الصدر وطور الخصر وتشوفوهم في الموقع شنو التاي المناسب لها.
فوالا سهلة برشا. ان شاء الله تكون الفكره وصلتكم. وحاجه اخرى البنات زاده باش نضيفها لكم بطبيعه الحال حسب التجربه هذه اللي عملتها معاهم، كل قطعه موجوده في الموقع راهي والتاي نتاعها مختلف على القطعه الاخرى. معناها باش تفهموني اكثر، كل قطعه طلبتها وصلتني بتاي مختلف. كيف ما حكيت لكم الغوب هذه جتني اون تاي اكس ال، فما قطع اخرين واحده جتني اون تاي ام، واحده جتني اون تاي ال. التايات جتني مختلفة، مع انه بيان سور نفس القياسات متاعي هي اللي حطيتها في كل قطعة، اما بوتيتر على خاطر كل قطعة والستيل متاعها يختلف على ستيل الاخر، كل واحدة والديكوب متاعها تختلف. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوني باش ما تغلطوش دونك وقت اللي تطلبوا من عندهم، وكل قطعة تجيكم على قياسكم الصحيح. وبطبيعه الحال الاسعار كلها تنخليها لكم تخرج لكم في الشاشه، على خاطر بصراحه ما نتفكرهاش اكزاكتومون. كيف زاده تنخلي لكم الرابط نتاع كل قطعه موجود في البار دو ديسكريبسيون. لو كان عجبتكم اي قطعه وحبيتوا انكم تشروها دونك ما تنسوش انكم تشوفوا البار دو ديسكريبسيون. بريف دونك ما نطولش عليكم برشا البنات، وهي مع بعضنا نشوفوا القطعه الثانيه. وفوالا دونك البنات كيف ما تشوفوا هذه ثالث قطعه طلبتها من الموقع. طلبت الفستان هذايا اللي كيف ما تشوفوا فيه باللون الاحمر، ولا بلوتو هو الغوج بوردو، هذا واحد من الواني المفضله. كيف ما تشوفوا الستيل نتاعها زاد يجي واسع. الستيل هذا البنات نتاع الفساتين طالع جدا موضه السنه، لكمان كيف ما تشوفوا عاديه على الاخر، وفيها كيف الياستيك اللي هنا في الاخر مع الزينه اللي في الكول هذه بصراحه مزيانه على الاخر، وهي نفسها موجوده في الاكمام. صراحة جدا حبيتها. والقماش يا البنات ما نحكي لكمش، هذاك القماش البارد اللي هو الخيط بارد جدا في الصيف، واللبس نتاعه جدا مريح، مش هذاك اللبس اللي يسخن. بصراحة جدا حبيت الفستان هذايا، وهو بصراحة واحد من اكثر الفساتين اللي عجبتني من الكوموند هذه. فوالا دونك تنجموا تلبسوه بالطريقة هذه كيف ما هو، لانه كيف ما حكيت لكم الستيل هذايا طالع جدا موضة سنة، او تضيفوا عليه اي سانتور عندكم اللون اللي تحبوا عليه، على خاطر ديجا فيها برشا الوان دونك في الزينه نتاعها، دونك اي لون يجي عليها. فوالا بالشكل هذا. نوريكم شكله كيفاش يطلع بالسانتور. فوالا هذا هو شكله، بصراحه مزيان على الاخر. بالنسبه لي عجبتني، وما نعرفش علاش البنات تفكرني باللبس الفلسطيني، ما فيها حتى ديفو، ما فيها حتى مشكل نتاع خياطه والا حاجه معوجه، والا بالعكس الي بيان فيني. بصراحه عجبتني على الاخر، والكاليتي توب. وحاجه اخرى زاده البنات، الفستان هذا فيه شوا كبير على الاخر في تنسيق الالوان، كيف ما تشوفوا تقريبا الالوان الكل فيه. دونك البنات نتعدوا مع بعضنا نشوفوا القطعه اللي بعدها. وفوالا دونك البنات ايضا الفستان هذايا وصلني من عند شيئين. كيف ما تشوفوا هو باللون الاخضر، ولا هو ذاك لون الملوخيه ولا كيفاه. بصراحه اللون هذايا ما عنديش منه برشا في اللبس، مي كوميم عجبني على الاخر. فوالا كيف ما تشوفوا الخصر نتاعه من هنا مكبوس بالسموك، البارتي هنا خشينه اون سموك. الكول نتاعها كيف ما تشوفوا كول في، فيه لي بوطون هذولا اللي هما فقط بوطون للزينه، ماهمش بوطون حقيقيين. وفيه البتي ديتاي هذايا زاد عاطي منظر مزيان للفستان على شكل خطوط. وبالنسبه للمونش كيف ما تشوفوا دي مونش عاديين على الاخر، فيهم لهني لياستيك وواسعين شويه. فيه الفازه هذه زاد عجبتني النفشه شويه، ما نعرفش نفشه في الكتاف زاد عاطيه منظر مزيان للفستان. وكيف ما تشوفوا الفستان من لوطا كلوش، وفيه الباندا هذيك مع الزينه عاطيه منظر مزيان للفستان. فوالا بصراحه جدا حبيته. والفستان هذا البنات وصلني اون تاي ام. كيف زاد البنات حتى الفستان هذايا القماش نتاع هذاك القماش الصيفي البارد، القماش اللي ما يسخنش. بصراحة جدا حبيته، جدا مريح زاد في اللبس. ونخلي لكم الروابط نتاع الفساتين الكل في خانة المعلومات، ما تنسوش انكم تشوفوهم. ودونك توا نمشوا مع بعضنا نشوفوا القطعة اللي بعدها.
فوالا دونك وصلني زاده من عند شيئين الفستان المزيان هذايا واللي كيف ما تشوفوا فيه باللون الموف. بصراحه البنات الفستان هذايا كنت جدا متردده اني نطلبه. ما نعرفش في الموقع حسيت اللي الكاليتي نتاع القماش هذيك الكاليتي القماش الرخيص ولا كيفاه. ما نعرفش جو بونس اللي هو بوليستير. بصراحه مانيش فالحه برشا في انواع الاقمشه، اما نتصور الا اللي هو بوليستير هذاك القماش اللي يسخن. فوالا دونك مي من بعد بقيت نقرا في لي كومونتير، هو الشكل عجبني اما نوعيه القماش ما حبيتهاش برشا. دونك دخلت نقرا في لي كومونتير ونشوف في لي زافي نتاع الناس اللي طلبوه قبلي، وبالصدفه شفت يوتيوبرز مصريه نتبع فيها واخذه منها وتشكر فيه، دونك وحاطه تصويره لها وهي لابساته، ووقت اللي شفتها لابساته بصراحه كان ان كود كور وديريكتومون مشيت طلبته. فوالا دونك كيف ما تشوفوا هذا هو الفستان، هو باللون الزهري. كيف ما تشوفوا الايدين فيها يستيك وفيه الزينه هذه، هي نفسها دونك موجوده في الفستان من تحت يبان هنا في العرض. وكيف ما تشوفوا معاه السانتور هذه، والكول نتاع البنات كول شوميز عاديه، ويمشي من الاول للاخر بلي بوطون كيف ما تشوفوا. بصراحه عجبني على الاخر اللون، عجبني الكاليتي نتاعها بون كي النوعيه اللي تسخن شويه مش برشا، اما الستيل نتاعها بصراحه تحفون على الاخر، تنجموا تلبسوه في الصيف وزاده في الخريف. فوالا حاجه واحده دونك اللي ما عجبتنيش انه الفستان الوحيد هذايا هو اللي جاني قصير، دونك ما نجمش نلبسه كفستان. مي باش نرميه بيان سور كو نو مانيش باش نرميه. لقيت له الفكره البنات هو انه باش نلبسه، اما باش نلبس عليه كيف ما تشوفوا ان بونطالون جين في اللون الكحل. فوالا دونك طلع مزيان على الاخر، دونك عملت له ستيل اخر. فوالا وبيان سور مانيش باش نلبس عليه زاد السانتور هذه. فوالا دونك بصراحه باش نلبسها بالشكل هذايا كيف ما تشوفوا اكسسوار بسيط على الاخر، غير الستيل نتاع الفستان كيف ما تشوفوا. دونك باش نلبس عليه فستان وباش نلبسها بالطريقه هذه، ستيل كومبليتمون مختلف على الفستان. اكتبوا لي رايكم البنات في الفكره وفي الستيل اللي عملته، كيف زاده السعر نتاعها تنخليه لكم في الشاشه. اكتبوا لي رايكم فيه في لي كومونتير واعطوني زاده افكار اخرى نتاع لبس عليه. وفي عوض زاده الكحل راهو تنجموا تنسقوا عليه حتى اللون الابيض. فوالا تعملوا له سانتور كيف زاده في اللون الابيض مع حجاب في اللون الابيض، والبنطلون جين زاده في اللون الابيض، ويعطيكم ستيل جدا جدا رائع، او اي الوان تحبوها دونك على حسب اذواقكم. اكتبوا لي البنات رايكم في القطعه هذه في لي كومونتير، وما تنسوش زاده تعطوني افكار اخرى نجم نلبسها عليه. فوالا دونك نتعدوا توا للقطعه اللي من بعدها. فوالا دونك كيف ما تشوفوا البنات هذه هي القطعه اللي من بعد. كيف ما تشوفوا هي شوميز باللون الاحمر والكاروات معناها احمر وكحل. والقطعه هذه البنات هي قطعه تتلبس معناها بين الخريف والشتاء. القماش نتاعها داك القماش الدافي، والبنات الكاليتي نتاع القماش فريمون متفاجئه على الاخر من الكاليتي نتاع القماش. مستحيل اني نشوف القطعه هذه ونتخيل اللي هي صنع صيني من نوعيه القماش والفينيسيون، بصراحه توب توب توب. فوالا دونك كيف ما تشوفوا هي عباره على شوميز كول شوميز فيها لهني دي بوطون حتى للخصر، والباقي مسكر. فوالا هي روب شوميز ولا شوميز روب. فوالا وفيها السانتور هذه كيف ما تشوفوا. بطبيعه الحال تنجموا تلبسوها هكا، والا كيف زاده تنجموا تبدلوا السانتور كيف ما باش نوريها لكم. كيف ما تشوفوا السانتور زادت عطتها زينه اكثر وجمال اكثر. فوالا وبطبيعه الحال لبست عليها سكيني جين في اللون الاكحل، وبصراحه عجبتني على الاخر. بصراحه ما نكذبش عليكم جدا تفاجأت في اللبس من عند شيئين. بصراحه طلعوا توب توب توب. وكيف زاد البنات ما تنسوش تكتبوا لي رايكم زاده في القطعه هذه، وهي مع بعضنا نشوفوا القطعه اللي بعدها. والقطع اللي باش نوريهم لكم توا البنات ديزولي ما نجمش نلبسهم لكم على خاطرهم بور ما سور، وكلهم يا اما مانش يا اما دومي مانش. فوالا دونك ديزولي مانيش باش نلبسهم لكم، اما حبيت اني نشاركهم معاكم كمان باش تاخذوا فكره.
طلبت الغوب هذه، غوب طويلة هي ماكسي، كيف ما تشوفوا شكلها مقسومة على 2 باللون الأصفر والأكحل. هي دومي مانش، الكول متاعها كول في. فوالا شوفوا في فما بارتي فيها كاين كول شوميز ولا كيفاه، وفيها الستة هذه اللي تتربط على جنب. بصراحة روعة روعة روعة، وهي ملبوسة منظر آخر وهي ملبوسة البنات. فوالا هذه أول قطعة. القطعة الثانية البنات فوالا هو البنطلون لارج هذايا، كيف ما تشوفوا هو باللون الأكحل وفيه دوائر باللون الأبيض. القماش نتاعها يا البنات بارد 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 على الآخر، قماش صيفي ما يسخنش. وشوفوا روعة القطعة، كل جهة فيها الفونت هذايا حتى للآخر. فوالا في الجهتين فيهم فونت. فوالا بصراحة القطعة جدا جدا رائعة. القطعة هذه ملبوسة على شميز وطالون في اللون الأبيض وإلا الأكحل، بصراحة تعطي أناقة جدا جدا رائعة. دونك هذه تاي أوت وفيها من تالي دونك سلسلة. فوالا بصراحة البنات القطعة هذه توب توب توب. فوالا واخر قطعه دونك البنات باش نوريها لكم في الفيديو هذايا هي الكومبي هذه، كيف ما تشوفوا فيها هي باللون الاحمر، وكيف كيف زاد الديزاين هذايا نتاع الدوائر طالع جدا موضه، فيها دوائر باللون الابيض. كيف ما تشوفوا فيها الكول نتاعها الفي الطويل على الاخر، الكول في حتى للخصر، واللي مونش نتاعها كيف ما تشوفوا الستيل المونش هذايا بصراحه يعجبني على الاخر، تحسوه انثوي. ومعاها السانتور هذه دونك طلعتها الفوق على خاطر ما حبيتش تركح. معاها السانتور هذه كيف ما تشوفوا في الخصر. فوالا وهي طويله طويله على الاخر. فوالا ومن تالي نوريها لكم من تالي زاده، من تالي دونك الكول عادي على الاخر. فوالا بصراحه البنات حتى هذه ملبوسه طياره 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 على الاخر. دونك هذه اخر قطعه البنات باش نوريها لكم في الفيديو هذايا. فوالا دونك البنات ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله ما نكونش زاده ثقيله عليكم. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتير رايكم في كل قطعه شفتوها، واكتبوا لي زاده انا هي احسن قطعه عجبتكم. جدا حبيت تجربتي مع موقع شيئين، والاكيد اني باش نرجع نطلب منهم قطع اخرين. لو كان عندكم قطع شايفينها في الموقع حابين اني نجربها ليكم زاده اكتبوا لي في الكومنتير. وانا توا متبقى كان باش نخليكم في رعايه الرحمن، وان شاء الله نشوفكم المره الجايه في فيديو جديده. بالسلامه.